بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في قناة الجماهير والكورة، ويا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة. وأهلا بكم في فيديو جديد من قناة الجماهير والكورة. النهاردة أقول لكم موعد مباراة النادي الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا دور المجموعات. بس ده قبل ما اديك تفاصيل عن المباراة وعن القنوات الناقلة للمباراة وموعد المباراة والحضور الجماهيري، اتمنى ان انت تدعمني باللايك والاشتراك الجميل. وكمان عايز اقول لك حاجة عشان افكرك، ما تنساش المسابقة بتاعت قناة الجماهير والكورة، وهو توقع من هو الفائز بدوري ابطال افريقيا، واكسب معانا ريسيفر اتش دي. وشروط المسابقة ان انت تكون لايك وشير واشتراك في القناة وشير الفيديو على قد ما تقدر عشان الناس كلها تستفاد منه. يلا بينا عشان ما اطولش على حضراتكم. وحلقتنا النهاردة هنتكلم عن موعد مباراة الاهلي وشباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة لدوري المجموعات. النادي الاهلي عنده 4 نقاط من فوز وتعادل. نادي شباب بلوزداد عنده 3 نقاط من فوز وخسارة. طبعا كلنا عارفين ان مجموعة النادي الاهلي بتضم الاهلي وشباب بلوزداد ويانج افريكانز التنزاني وميدياما الغاني. المباراة ان شاء الله باذن الله هتقام يوم 8 ديسمبر، هتكون في الساعة 6 مساء، وعودة النادي الأهلي كمان للعب على استاد القاهرة الدولي وبحضور جماهيري 15,000 متفرج. طبعا دي حاجة كويسة للنادي الأهلي، هيرجع يلعب تاني على استاد القاهرة، وهتكون زي ما قلت لكم المباراة بحضور 15,000 متفرج. هنيجي للقنوات الناقلة للمباراة. عندنا قناة بي ان سبورت 6 هتكون هي الناقلة للمباراة، وعندنا كمان قناة تايم سبورت الأرضية هتنقل المباراة عشان المباراة داخل جمهورية مصر العربية. يبقى عندنا القنوات الناقلة قناة بي ان سبورت 6 وقناة تايم سبورت الأرضية عشان المباراة هتكون داخل الأراضي المصرية. ولو انت عايز تستقبل قناة تايم سبورت الأرضية، أنا سايب لك الفيديو، هتلاقي في فيديو عندك مكتوب في فيديوهات القناة طريقة استقبال قناة تايم سبورت الأرضية. ولو في أي مشكلة بتواجهك في اللي انت تستقبل القناة ممكن أشرحها لك وترد علي أو أرد عليك في التعليقات. بنتمنى الفوز للنادي الأهلي وتصدر المجموعة. وما تنساش تقول مين الفريق الفائز بدوري أبطال أفريقيا 2023-2024. يمكن تكون معانا اللي هيفوز بريسيفر الاتش دي مجانا مقدم من القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.